للأسف هذا حال بعض العشائر بالعراق، أهم شيء عند القتل ومن دون دليل. المهم وصلت لتركيا ولازم أبدأ حياتي من جديد وأبحث عن عمل حتى أقدر أعيش، وأيضا حتى أبعث فلوس لأهلي لأن معتمدين علي بالكامل. فبحثت عن عمل وبحثت لكن ما جاي ألقى، وسمعت سابقا بأنه يقولون صعب جدا تلقى عمل بتركيا. وبمرور الأيام ساءت حالتي المادية أكثر، وبدت الفلوس اللي جايبها وياي تخلص، وتراكمت الديون علي لأن قاعد بشقة إيجار ولازم أدفع فواتير الماء والكهرباء وغيرهن. فصرت بموقف جدا صعب ومستعد بأنه أشتغل بأي عمل بس حتى أعيش، وأيضا أهلي محتاجين المال. فظليت أسأل كل العرب اللي موجودين بتركيا عن عمل، إلى أن تعرفت على شخص عربي، وهذا الشخص الله يلعنه وأكره أنه أتذكره، علمني على تجارة من أخطر التجارات. طبعا هذا الشخص تاجر مخدرات، وعلمني على تجارة المخدرات. هذا الطريق اللي ما كنت بيوم من الأيام متوقع أنه أدخله،